بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اتكلم عن المقالي، السؤال الاخير في الامتحان اللي احنا بنكتب فيه لحد 30 كلمه، يعني من 25 كلمه ل 30 كلمه. وده انا دايما قلت للطلبه بتوعي وحددت معاهم ان احنا هنكتب مينيمم 9 جمل، ماكسيمم 11 جمله. يعني خلينا في الرينج ده كده من 9 ل 11. كتبت 9 اوكي، كتبت 10 اوكي، كتبت 11، حتى لو زودت بعد كده ما يقلوش عن 9. اهم حاجه زود بقى 11 و12 و13، بس ما تافورش يعني عشان ما حدش يتخانق منك وانت وهو بيصحح يعني. فتعالى، ناس كتير جدا بتبقى عندها مشكله في هتجيب 9 منين، يعني 9 جمل منين؟ دول فرنساوي ياه، كتير قوي. وانا ان شاء الله اقول لك على حاجات بسيطه قوي تستخدمها في معظم الموضوعات. كده كده تديك الدرجه كامله ان شاء الله، مع طبعا الحرفيه بتاعت كتابه الجمله والقواعد والناس اللي فاهمه، اللي احنا معودينهم على كده من زمان يعني. آه، تعال نشوف كده الموضوع اللي قدامنا ده، كده اسمه écrit sur les aliments et les poissons côtiers. موضوع بسيط قوي ومباشر جدا. يقول لك تحدث عن الأغذية والمشروبات اللي أنت بتحبها، وجاب بين قوسين 3 كلمات، كلمة اسمها لي فروي وكافيه وجاتو. طبعا هنا أنت بتتكلم عن حاجة بسيطة جدا، أو موضوع ما فيهوش أي فزلكة. بنتكلم عن الأغذية والمشروبات اللي أنت بتحبها باستخدام هذه الكلمات. وبحط دايما، بفكركم دايما إن الكلمات اللي هتيجي بين قوسين دي لازم تتكتب في جمل، اللي هو ال9 جمل، يعني لازم تذكر مرة على الأقل في جملة يعني. ويا إما تعبر عنها، يعني مش لازم الكلمة نفسها تتحط، لا ممكن كمان تعبر عنها بحاجة. يعني مثلا جاب يعني كلمة فروي اللي قدامك دي مثلا، مش شرط إنك تكتب فروي، لكن ممكن تعبر عنها ببوم أو بنان أو أي فاكهة أنت حافظها، يعني أي فاكهة أنت حافظها، أبريكو، فريز، اللي أنت حافظه كله. فحدد الأول هو إيه الموضوع، حدد هتكتب عن إيه بالظبط. جمل بسيطة جدا مكونة من فاعل وفعل ومفعول. ثم استخدم الكلمات اللي هي بين قوسين اللي هو جايبها، لازم تستخدمها عشان هو يعني المصحح لما المفروض يعني حسب التعليمات التصحيح، ان المصحح ما وجدش الكلام اللي هو حاطه ما بين قوسين ينقص درجة. وطبعا ده مش صعب علينا ان احنا ندخل الكلمات دي في بين قوسين مهما كانت الكلمات. ان شاء الله هنشوف اكثر من نموذج يعني. نكتب بقى على طول اهو. هو بيتكلم عن الحب، يعني انت بتحب ايه وبتكره ايه. هنكتب الموضوع على بعضه ونبدأ بجيم. انا بحب ليه فروي. جملة بسيطة جدا اهي، ما عملتش اي حاجة غير ان انا كتبت جيم اللي انت حافظها من زمان قوي، وليه فروي اللي هي ما ينفعش طبعا. انت عرفت وطبقت قواعد ان افعال المشاعر بتاخد ادوات معرفة، وحسب كلامنا طول السنة. وفروي مكتوبة قدامك بتنقلها، ودي بتعتبر جملة يعني مكونة من 3 عناصر، فاعل وفعل ومفعول. كافي، قول له على طول برضو جيم. وخلي دايما يعني البنكتويشن، عايزك كده تفرح اللي بيصحح وتخليه كده عينيه حلوه مبسوطه، وحاسه انك كاتب بشكل حلو ونضيف وكلام جميل وكلام معقول وحاجات حلوه كده. يعني انا احب النظافه والنظام في الكتابه. الكتابه اللي هي بتودي للدرجه بقى. يعني انا ممكن في احيانا كتير كنت في المذاكره وفي الدراسه وفي الكتابه ورا المدرس بكتب بسرعه، بكتب بالهوجه، بكتب خط وحش جدا. بس طبعا اثناء الامتحان بتبقى حاجه تانيه خالص. انا بعمل شغل فنادق، زي ما انا دايما اقول شغل فنادق، يعني حاجه عظمه، حاجه كده تخلي المصحح من مجرد نظره واحده تديه الدرجه النهائيه. جيم، كافيه مذكر يبقى نستخدم لو، ثم كافيه، بسيطه جدا. تالت واحده، الكلمه اللي كانت تالت واحده كانت ايه؟ حد عارف؟ عشان نكتب دي كده الاول. انا عايز بحب الون الحاجات. ماشي. تالت كلمه كانت الجاتو. ممكن بدل ما تستخدم بقى جيم كمان نستخدم جو بريفير مثلا. بريفير ليه جاتو. كده انت خلصت ال3 جمل اللي هو عايزهم، يعني مش عايز 3، هو عايز 3 كلمات يدخلوا في 3 جمل. اجيب بقى الباقي منين؟ ما خلاص يا باشا، انت عرفت السكه، عرفت انت تطلع ازاي، عرفت انت هتستخدم ايه. اتكل على الله واكتب ورصص له بقى الحاجات اللي انت حافظها.
حافظ مثلا، انا يعني حافظ اكل من الاكلات، خضار من ومشروب، منتجات البان، منتجات سكر، منتجات دهون، كل ده اخبطها له كده بس بشكل منظم جدا. يعني برضه قول له جادور مثلا، افعال بقى المشاعر اللي هي انت حافظها. جادور، ايه ده، ايه الكلمه، خرب بيت التصحيح تلقائي. جادور. له بان مثلا. تاني، جيم بوكو. جيم بوكو. له مثلا، او له ياقوت. كمان واحده. جيم تاني، ما اقولها تاني مفيش مشكله خالص. ليه؟ لجيم. ممكن تزود بقى تبقى حرفي شويه، تقول له كوم. آه، اي كلام مثلا انت حافظه، زي مثلا اللجيم، زي ايه، كونكومبر. قومه كده تكتب كمان مثلا لو بوافر، يعني الفلفل. ايه، بلاش بوافر عشان ساعات بيحسبوها فلفل اسمر، ممكن نقول له او شطه يعني. بوافرون. بوافرو بتبقى احلى كفلفل اخضر يعني. ايه، اللي هو مثلا كاروت. جزر، بس ما ترسملوش جزر يعني. دي حاجه. ممكن تكتب جمله كمان زي جادور لي برودوي sucré comme له ميال، له مثلا شوكولا. ايه، ايه كمان في منتجات السكر. ممكن تقول السكر نفسه، ممكن تقول مثلا لا جلاس. جيم دي بواسون، الناس بقى الاكيله اللي بتحب كل حاجه دي، تقوم قايل له جيم تاني، او جو بريفير او اي حاجه. له مثلا تي، جو بريفير. كمان غير التي، ايه له ليه مثلا، مش عارف كده ولا لا. لبن. اللي عايز بقى ايه يعني، ايه بقى حته الفزلكه ده اللي عايز يعني، بس اللي هو العالم الفت يعني، اللي هم بيعرفوا يعملوا جمل ومتعودين عليها وكده. آه. الله اكبر، الله اكبر. اذان الفجر. يا رب كلكم كده تقفلوا فرنساوي وتحققوا كل اللي انتوا عايزينه. آه. نكتب بقى ممكن مثلا كلمه او جمله مقارنه مثلا. نقارن ما بين مثلا لا فياند اي بلو ديليسيوز كولوبولي. الله اكبر الله. عايزين نزوقها اكتر، ممكن نقول له نو، او في الاخر خالص تقوم قايل له سي بور موا. يعني الكلام ده بالنسبه لنا يعني. ممكن تقفل الموضوع اللذيذ اللي هو زي ده بتاع الاكل بقى، تقول له مثلا ايه، انا بحب الاكل، او انا اللي هو انا بحب الاكل قوي، اللي هي جسوي ايه بقى، جسوي جورمان. يبقى انت هنا، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. انت هنا حضرتك معاك كلام كتير بس انت اللي ناسي. انت ناسي انك معاك كلام، وناسي انك بتعرف تكمل وتكون جمل بابسط الطرق توصلك على طول ان شاء الله للدرجه الكامله بتاعه المقال. استنوني في فيديوهات تانية هقول لكم فيها مقالي تاني بشكل آخر إن شاء الله. يعني أقصد عن مواضيع تانية، لكن هو السيستم واحد بس مواضيع تانية غير الأكل بقى. نشوف حاجات تانية بإذن الله، ربنا يسهل كده. يلا، سلام عليكم.